السلام عليكم، كي درتو؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم الحريره بالطريقه ديالي. الصراحه كتجي لذيذه بزاف، وغادي نوريكم السر باش تجيكم بنينه. ما عمركم غادي تبقاو تستغناو عليها لا في رمضان ولا بلا رمضان. اذا هنا كيف ما شفتوا معايا عندي تقريبا هنا 4 ديال المطيشات اللي غسلتهم مزيان ودرتهم يتسلقوا في الماء. من بعد درتهم هما الماء ديالهم بطبيعه الحال بعد ما حيت القشره كيف ما شفتوا. وكنضيفوا ليهم واحد البصله حمراء صافي، وكنطحنوا كلشي. هنا كنضيف واحد الزلافه مخلطه ما بين كرافس والقزبر ومعدنوس، كنخلطوهم باش كيطلقوا داك اللذه ديالهم. هنايا كيف ما شفتوا صافي. هنا غادي ناخذوا الكوكوط اولا الطنجره، وغادي نوضعوا فيها هذا الخليط ديال المطيشه والبصله والقزبر ومعدنوس والكرافس. صافي هنا غادي ناخذ الحمص. عندي هنايا كاس ديال الحمص اللي كيكون مرطب من قبل. عندي هنايا تقريبا كاس صغير ديال العدس اللي كيكون تا هو مرطب في الماء من قبل. صافي هنا وكنحتاجوا طريفات ديال اللحم، الا ما كانش كنديروا غير العظم ديال اللحم اولا بلاش كاع ماشي مشكل. غير هو في الصراحه كيبنن كيجي زوين، يعني كنديروا غير شويه وصافي. كنقطعوه على هذا الشكل هكا مربعات صافي، وكنضيفوه الباقي المقادير. صراحه كتجي لذيذه هاد الحريره هادي. وشوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا الاسرار ديال الحريره المغربيه اللي كتجي لذيذه بزاف، وخصها ضروريه تكون في الطبله ديال رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. اذا هنا بالنسبه للعطريه درت الملحه، البزار، سكنجبير، خرقوم بلدي، ومعلقه ديال السمن ضروريه. انا هنا ما كنضيفش الزيت نهائيا في الحريره، يعني كنكتفي غير بالسمن اللي كيكون زوين، وصراحه كيجي زوين بزاف. هنايا صافي كيف ما شفتوا معايا وضعت الماء مغلي صافي ودرتها فوق البوطه. غنخليوها نص ساعه ديال المكانه بعد ما تصفر. هنايا انا ما كندورش الحريره بالطحين، يعني كاين بعض الناس كيدوروا الحريره بالطحين. الا كانت بالطحين كتجي ثقيله. وكاين ثاني اللي كيدورها بالخضره، يعني كيوضع واحد البطاطا وواحد الخيز زويه مع الحريره، يعني كطيب من الاول ومن بعد كيطحنوهم وكيدوروا بها. حتى هذه مزيانه، ولكن انا الطريقه اللي كندير وكتجي خفيفه حتى هي وزوينه. غتجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. انا كندير مايزينا، كندير تقريبا واحد 3 المعالق ديال المايزينا مع 2 معالق كبار ديال المطيشه ديال الحك، وصافي. وكنضيف ليها شويه ديال الماء وكنخلط كيف ما شفتوا معايا، وكندور بها الحريره. هنايا السر اللي ضفت هنايا هو واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. صدقوني كتجي لذيذه بهذيك المعلقه وكتعطي واحد المذاق زوين. وفي الاخير كنضيف واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس مع شويه ديال الكرافس مقطعين حتى الاخر يعني. وكندور هكا كيف ما شفتوا معايا، يعني كنحرك. ومن بعد كنضيف اضافه اخرى وهي الحامض، كنضيف عصير ديال الحامض كيجي ألذ ما يكون. كنتمنى تجربوا هذه الحريره هذه وغادي تولي ان شاء الله معتمده عندكم. بالصحه والراحه، الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.